درس النهاردة من الدروس اللي بتعجبكم وكمان بتساعد أغلب الناس اللي معانا. النهاردة معانا المجموعة التانية من ملحقات المصمم المحترف. الملحقات أو الإضافات دي يا جماعة هي اللي بتغير شكل شغلك بخطوات بسيطة جدا، بتنقلك نقلة 360 درجة في شغلك ومن غير تعب ولا مجهود كبير. شايفين الفرق؟ شايفين قبل الإضافة وبعدها؟ بصراحة التغيير مذهل وبيفرق جدا في النتيجة النهائية. ولو انتوا متفقين معايا في النقطة دي، تعال نشوف هنعمل ده ازاي خطوة بخطوة. معاكم أخوكم أبو حمزة، تحياتي وسلامي لكم جميعا، واستنوني بعد الانترو. أول نموذج هنطبق عليه التأثير بتاع النهاردة هو سندوتش البرجر اللي قدامكم ده. في البداية بضيف ملف الفرش بتاع تأثير الرعد على برنامج الفوتوشوب. بعمل طبقة جديدة، بعدين بضغط على الفرشة واروح على الإعدادات واختار منها Import Brushes. بعدين بختار الملف بتاعي اللي قدامكم ده واختار Load. هتسيب لي تعليقك الجميل أسفل الفيديو علشان أبعت لك رابط التحميل مباشرة. هتلاقي الملف ظهر عندك بالشكل ده في ملف الفرش. بس قبل ما أطبق التأثير خليني أعمل حركة بسيطة معاكم، وهي بفصل الصورة عن الأرضية. علشان التأثير بتاعي يظهر خلف السندوتش. بعدين بضغط على كنترول تي وأكبر صورة السندوتش شوية، واضغط على كنترول ام وغمق صورة الأرضية علشان التأثير يظهر معايا بوضوح. بروح أضغط على اللير اللي كنت عامله واختار أداة الفرشة واختار اللون الأصفر. بحاول أخلي درجة اللون قريبة من ألوان الأرضية اللي بشتغل عليها. بعدين بختار شكل التأثير اللي شايفه مناسب معايا في التصميم. بتجرب أكتر من شكل واللي تلاقيه ماشي مع التصميم بتختاره. وما تنساش تخلي التأثير في أسفل الساندويتش. وبتغير مود الألوان Linear Dodge علشان يبان بالشكل اللي قدامك ده. بعدين بضيف طبقة جديدة وبغمق لون الأرضية شوية من خلال الفرشة علشان يظهر معايا التأثير. شايفين الفرق قبل وبعد عامل ازاي؟ اختلاف رهيب طبعا. تاني نموذج معانا هو الشخص ده اللي بيعاني من ألم في الظهر. بروح برضو بفصل صورته عن الأرضية بعدين بضغط على كنترول ام واغمق ألوان الأرضية شوية واعمل طبقة جديدة واروح على أداة الفرشة واختار منها شكل التأثير المناسب. وخلي درجة اللون الأزرق الفاتح علشان يبين شكل الرعد اللي قدامكم ده. بعدين بغير مود الألوان Linear Dodge علشان يبان التأثير بالشكل ده. بعمل طبقة جديدة واختار أداة الفرشة واصغر حجمها بالمقاس المناسب واخلي لونها بالأزرق، واروح احدد الجزء اللي جاي منه الإضاءة في الصورة بالشكل ده واضغط على Alt علشان ادخل الطبقة في الصورة واغير مود الألوان Overlay علشان يبان معايا بالشكل ده.
شايفين الفرق يا جماعة؟ انتوا احكموا بنفسكم. تالت نموذج معانا هو مشروب ريد بول. بنفصل برضو الأرضية عن الصورة، ونعمل طبقة جديدة ونضيف التأثير بتاعنا. بعدين بضغط على كنترول جي علشان أعمل نسخة تانية، واضغط على كنترول تي واقلب الشكل من الناحية التانية. بعدين بغير درجة اللون للأحمر بالشكل ده. بعدين بغير مود الألوان لينير دوج علشان يبان التأثير بالشكل المناسب. إيه رأيكم في الشكل كده من قبل ومن بعد؟ هسيب لك أنت التعليق. رابع نموذج معانا والأخير هو الراجل السعودي اللي بيعاني من الصداع ده. بفصل برضو صورة الراجل عن الأرضية، بعدين بضغط على كنترول ام وأغمق ألوانه شوية، ومن قائمة Adjustment Layer بختار منها Gradient Fill. واختار الدرجة الكحلي واغير مود الألوان Overlay علشان يبان معايا بالشكل ده. بعدين صورة الرجل وبضغط على كنترول ام وأغمق ألوانه شوية، بعدين بضيف طبقة جديدة واعمل التأثير بتاعي في الأرضية. بغير مود الألوان Linear Dodge. الفرق واضح قدامكم طبعا من غير كلام. وفي النهاية يا رب أكون أفدتكم في درس النهاردة، وما تنسانيش في الاشتراك والدعم لو المحتوى عجبكم. استنوني في الملحقات الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.